السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس بحقيقة رغبة إدارة نادي الزمالك في استعادة خدمات لاعبه السابق المغربي أشرف بن شرقي نجم الريان القطري الحالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع أشرف بن شرقي للتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل. وأكدت التقارير أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لم يطلب التعاقد مع أشرف بن شرقي، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب جلسة مع المدير الفني الكولومبي، وفي حال طلبه ضم اللاعب سيتم تنفيذ رغبته بعد إنهاء أزمة القيد. كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر تطورات حالة عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبي الفريق، وذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. وأوضح طبيب الأهلي في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن السولية وكريم فؤاد يخوضان المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. وأكد جاب الله أن السولية وكريم فؤاد خضعا لأشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية بعدما اجتاز اللاعبان برنامج العلاج الطبيعي على مدار الفترة الماضية. وأشار إلى أن ثنائي الأهلي ينفذان برنامج أحمال بدنية خاصا تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة. واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة الفريق التي ستواجه صن داونز، والتي شهدت عدم تواجد إمام عاشور وأحمد عبد القادر. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف الدفاع، ياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. الوسط حسين الشحات ومحمد كريستو وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وأحمد نبيل كوكا وكريم نايدفيد وأليو ديانج ومروان عطية وبيرسي تاو ومحمد قفشة. الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن وأنتوني موديست. وأكد خالد بيبو في تصريحات عبر الموقع الرسمي الخاص بالنادي الأهلي أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها إمام عاشور كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل. أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مساء اليوم الخميس قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مباراة إنبي في بطولة الدوري: حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي. خط الدفاع حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حاتم سكر. خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقة، سيد عبد الله نيمار، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، إبراهيم نداي، يوسف إبراهيم أوباما، مصطفى شلبي. خط الهجوم ناصر منسي سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.